الأخ علي يقول شيخنا الشيعة تقول أن الشمس ردت للإمام علي ليصلي العصر، هل هذا يعني أن الإمام كان لا يجمع بين صلاة الظهر والعصر؟ عزيزي، أولا كون أن الشمس ردت للإمام علي عليه السلام هذا ثابت ونقله جمع من المؤرخين وأصحاب السير. يعني تصور السيوطي عنده كتاب اسمه رفع اللبس عن حديث رد الشمس، لأنه البعض عنده التباس أنه شلون ردت الشمس الإمام علي. السيوطي صاحب كتاب وتفسير الدر المنثور ألف كتاب في هذا الشأن سماه رفع اللبس عن حديث رد الشمس. هذا واحد. اثنين يا أخي الكريم، كون أن الإمام علي عليه السلام كان يجمع بين الصلاتين، يا أخي الكريم الجمع بين صلاة الظهر والعصر جائز كما أن التفريق بينهما جائز، وهذا موجود احنا عندنا وعند غيرنا. يعني حتى السنة يقولون الإمام علي عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله عفوا أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من دون سفر ولا مطر. هاي القضية. البعض شو يقول البعض لا ربما لمرض مثلا. بالنتيجة ابن عباس يقول ليخفف عن أمته. فهي القضية، الجمع أو التفريق بين الصلاة هذا جائز وهذا جائز، سواء كان الإمام علي عليه السلام يجمع بين الصلاتين هو جائز أو يفرق بين الصلاتين، والنبي صلى جمعا وصلى صلاة متفرقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه هي الحقيقة أخي